السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم معايا في قناة مطبخ فريدة أو فريدة كويزين. اليوم إن شاء الله غادي نشارك معكم واحد الكيكة بالفواكه الحمراء، بمناسبة أن تقريبا هذا هو الموسم نتاع الفواكه الحمراء كتكون موجودة بكثرة. غادي نحاول أنني نشارك معكم واحد الكيكة اللي كتجي خطيرة في المذاق وحتى المنظر نتاعها، وأكيد إلا جربتوها اي واحد ذاقها عندكم غادي يطلب لكم المقادير، ومقاديرها تقريبا راهم ساهلين، ماشي شي مقادير اللي كتيره ولا غاليين. كنتمنى انها تنال اعجابكم. الا عجبتكم كما العاده ما تنساوش تخليو لي جيم وكذلك التعاليق ديالكم، وكنخليكم مع المقادير وطريقه التحضير وفرجه ممتعه. فكنبديو على بركه الله. اول حاجه غادي نحتاج عندي هنايا 4 نتاع البيضات اللي يكونوا بحراره المطبخ، وما يكونوش كبار بزاف وفي نفس الوقت ما يكونوش صغار بزاف، يكونوا متوسطين الحجم ديالهم. غادي نحتاج واحد الكاس نتاع السكر الخاشن. هنايا بالنسبه للسكر دائما كنقولها لكم، اللي كيبغي كميه كثيره يزيد يدير كتر، واللي كيبغي السكر ناقص ينقص واحد شويه. صافي، وغادي نزيد واحد 2 سكر فانيلا، وغادي نحاول انني نخلطهم مليح بالخلاط اليدوي ولا حتى بالخلاط الكهربائي، شنو ما كان عندكم. خلطوهم مليح حتى كيضاعف الحجم نتاعهم ويتغير اللون ديالو بهذا الشكل هذا. صافي، من بعد مباشره غادي نحاول انني نزيد واحد الكاس نتاع الزيت وانا كنخلط، وغادي نضيف لهم حتى واحد الكاس نتاع الحليب، اللي تا الحليب ما يكونش بارد، يكون غير بحراره المطبخ وصايي. من بعد هنا كما كتشوفوا معايا كنحاول انا نخلط وكنضيف تدريجيا شويه بشويه. تقريبا هادو هما المكونات الاساسيين اللي غادي نحتاج، ما فيها لا دانون لا حتى شي اضافات اخرين. غادي نحاول انني نخلطهم مليح. من بعد كنبقاو نضيفوا الفرينه تدريجيا شويه بشويه حتى كنحصل على واحد الخليط اللي يكون متماسك وما يكونش جاري بزاف. باش هنايا بالنسبه لهاد الكيكه الا بغيتو ما يهودوا لكمش دوك الفواكه الحمراء لتحت، ضروري ما يكون الخليط شويه شاد راسو. تقريبا انا هنايا غادي نحتاج واحد 3 نتاع الكيسان نتاع الفرينه. عندي الكيسان دائما كنعبر بالكيسان نتاع العنبه باش غادي يجيني القوام هو هذاك. كما شفتوا معايا هنايا راني درت 3، وغادي تشوفوا العجينه بحال بدات كتقصح واحد شويه، ولكن غير ضيفوهم ب3 الكيسان غاديش تجيكم قاصحه بزاف. غادي يجي هذا هو القوام ديالها بهذا الشكل هذا كما كتشوفوا معايا. صافي، حتى الاخير عاد كنضيف 2 خميرات الحلوى من فئه 8 غرام، وحتى التالي ما ديروهاش في الاول وما ديروهاش في الوسط، ديروها في التالي حتى كديروا الفرينه وديروا كلشي عاد وديروها. صافي، من بعد كما كتشوفوا معايا كنحاول انني نخلط بهذا الشكل هذا، وهذا هو القوام اللي غادي نتحصلوا عليه. كتجي شويه قاصحه، ماشي كما دوك الكيكات العاديين اللي كنديروا كيجيو شويه جاريين. صافي، من بعد هنايا غادي ندير واحد الطبقه اللي غادي نديرها من الفوق كتكون مقرمشه وكتعطي واحد البنه خطيره لهاد الكيكه، اللي غادي نحتاج فيها 2 معالق كبار نتاع سنيده. غادي نحتاج واحد سكر فانيلا، وغادي نحتاج واحد المعلقه كبيره نتاع الزبده. غادي نخلطهم مليح مع بعضياتهم هاد المكونات حتى كنشوف ديك الزبده دخلات مع السكر، وكنزيد لهم واحد 2 معالق حتى ل2 معالق ونص نتاع الفرينه. بالنسبه لهاد اللي كنديرها غادي نفتوها ونديروها من الفوق نتاع الكيكه، كتعطي واحد البنه خطيره، وفي نفس الوقت ما كتخليش هادوك المكسرات يهودوا عفوا داك الفواكه الحمراء تهود لتحت، لحقاش اغلبيه كيجرب فاش كيديروا دوك الفواكه الحمراء من كطيب كتهود لتحت. الحاجه الاولى لحقاش كتكون العجينه كتكون خفيفه بزاف، والحاجه الثانيه ما كايناش شي حاجه اللي كتشدها من الفوق. هنايا كما قلت لكم ضروري ما يكون العجينه او الكيكه تكون شويه قاصحه. تقريبا 3 نتاع الكيسان راهم كافيين مع 4 نتاع البيضات. وغادي نضيف لهم هاد الطبقه كتجي مقرمشه، وفي نفس الوقت كما قلت لكم كتخلي دوك المكسرات ما يهودوش لتحت، كيبقاو من الفوق. هنايا غادي نضيف الفرينه. تقريبا انا هنايا ضفت 2، وانا كنت كندير باليد اليسريه. تقريبا راه كانت هزت لي غير نص نتاع المعلقه. داكشي علاش بقيت كنزيد حتى درت على حساب 2 معالق ونص نتاع الفرينه.
صافي من بعد ما غادي نجمع داك الخليط كيجيني بهذا الشكل هذا. غادي نخوي الخليط نتاع الكيكه نتاعي في واحد المول اللي نكون دهنته من قبل بالزبده ورشطو بالفرينه، ولا ديروا له غير الزيت والفرينه اللي كان متوفر عندكم. المهم دهنوه مليح باش ما يتلصقش. وكما كتشوفوا معايا انايا الفران راني شعلته من قبل. درجه الحراره دائما كنديرها شويه متوسطه حتى كيحمى الفران مليح. عاد كنقص لها بحال الشمعه وكنخليه يطيب على خاطرو من كندخل الكيكه باش ما تعجنش ولا تطيب غير على برا. صافي من بعد هنا غادي نجيب المكسرات، اي مكسرات عندكم. انايا عندي هنايا الميرتي وعندي هنايا الفرomboise. غادي نحاول انني شويه نتاع الفرomboise كان عندي في لاكلاص بحال اللي كنفتتو بيديا كما كتشوفوا، وشي حبات كنخليهم هكذاك. والميرتي نفس الشيء حتى هو غادي نديرهم حبات بهذه الطريقه هذه. ديروا اي نوع كان عندكم، اي نوع نتاع الفواكه الحمراء كانت متوفره عندكم ديروها، سواء كان طري سواء كانت في لاكلاص ما كيهمش. صافي هنا كما كتشوفوا معايا كنحاول انني نعمرها مليح باش يعني كتعطي واحد المنظر، وحتى من كناكلهم كتعطي واحد المذاق اللي كيكون زين بزاف. صافي من بعد كما كتشوفوا من بعد ما غادي نعمر كاع داك الفواكه الحمراء في المول ديالي. غادي نجيب هذاك الخليط اللي درتو نتاع الزبده والفرينه والسكر. ضروري ديروا فيه واحد لافاني باش تحيد شويه ديك النسمه نتاع الزبده باش ما تكونش مجهده. صافي وغادي نحاول انني فتوها بيديكم بالفوق بهذا الشكل هذا كما كتشوفوا معايا، وديروها عشوائيه. ومن بعد صافي من بعد ما غادي نكمل كاع الكميه اللي كانت عندي غادي نديرها كامله. كتعطي واحد القرمشه من كتبرد لنا الكيكه، كتعطي واحد القرمشه كتجي خطيره في المذاق. تقريبا راها دايره بحال الصابلي، يعني العجينه راه فيها غير كيشتو معايا غير السكر والزبده والفرينه وسكر فاني، يعني راه بحال الصابلي تقريبا اللي كتعطي البنه نتاعها. صافي من بعد كما قلت لكم غادي ندخلها من بعد ما غادي نكمل غادي ندخلها للفران. غادي نخليها النار تكون ناقصه. الا كان عندكم الفران تاع الضو ديروها على 180 درجه، واللي عنده الفران تاع الغاز ينقص حتى القنت يعني تولي بحال الشمعه. وغادي ندخل الكيكه حتى كطيب. تقريبا راها كتشد من 31 حتى 35 دقيقه في الطياب. من بعد ما غادي كما قلت لكم طيب لي من الجهه التحتانيه وغادي تحمر، غادي نهودها باش تحمر من الجهه الفوقانيه كتعطي واحد اللون ذهبي. صافي كما كتشوفوا معايا هذا هو الشكل النهائي. شوفوا كي كتجي رطبه وهشيشه، كتجي خطيره في المذاق وحتى المنظر نتاعها. شوفوا كي كيجي المنظر كتجي فنه. انا هنايا خليتها غير في نفس المول، كيعجبني نقدم فيه الشكل ديالو زين. بغيتو ديروها في واحد الطبسي ديروها كما بغيتو، كيبقى لكم داكشي اختياري. من بعد غادي نرشها هنايا بشويه نتاع سكر كلاصي. الا بغيتو حتى تخليوها هكذاك ما ترشوا عليها حتى شي حاجه، خليوها هكذاك. صراحه المنظر نتاعها كان حسن في الاول، حسن ملي درت لها سكر كلاصي. فاذا كنتو بغيتو ديروا سكر كلاصي خليوها حتى كتبرد، لحقاش الا كانت حاميه ودرتو لها سكر كلاصي راه غادي يشرب داك السكر. وانا كما قلت لكم كنفضل انها تبقى عاديه بلا سكر كلاصي بلا حتى شي حاجه، كيكون المنظر نتاعها احسن. فصافي كما شفتوا معايا انا غادي نحاول انني نقطع معكم واحد المرصو باش تشوفوها من الداخل كي كتجي. راه واخا درناها شويه قاصحه، ولكن راه كتجي هشيشه من الداخل، كتجي رطبه وخطيره في المذاق، وحتى المنظر راه كيهضر على راسو بلا عاد ما نقول لكم انايا. ولكن المذاق كتجي فنه. اكيد كنتمنى انكم تجربوها. الا جربتوها راه غادي تعجبكم وكتستحق التجربه. توجدوها للضياف ديالكم، توجدوها لولادكم، توجدوها غير ليكم نتوما لصحاب الدار، كتجي فنه. فكنتمنى انها تنال اعجابكم. انا هنايا كما قلت لكم غادي نحاول انني نقطع معكم واحد المورسو باش تشوفوها من الداخل كي كتجي هشيشه بحال القطن. فشوفوا معايا كي هنايا انا من بعد ما قلعتها شوفوا وفيها واحد الريحه نتاع دوك الفواكه الحمراء مع الريحه نتاع الكيكه خطيره زعما والله ما كرهتكمش تشموا ديك الريحه اللي فيها فنه. فشوفوا كي كتكون رطبه وهشيشه راه كتهضر على راسها. كنتمنى انها تنال اعجابكم. كما العاده كنقول لكم الى عجبتكم ما تنساوش تخليو لي الاعجاب وكذلك التعاليق ديالكم، وكنقول لكم بالصحه والراحه، ونتلاقاو في فيديو اخر ان شاء الله. مع السلامه.